في دائرة أمنية يدعيني أحد ضباط الأمن: تعال تعال يا شيخ، تعال يا شيخ سأريك شيء. قلت: أنا مستعجل. قال: سأريك شيء، تعال. قلت: وش الخبر؟ قال: القصة اللي حدثت قبل أيام. قلت: خير؟ قال: منطقة قريبة من هنا طلبوا الجيران منا نقتحم البيت، فاقتحمنا البيت وكانت المفاجأة. قلت: إيش اللي صاير؟ أقفل على نفسه وجلس الشيبة ينتظر الموت، لأنه لم يبقى عنده طعام. قلت: جيرانه؟ قال: ما حد داري عنه. قلت: عساكم لقيتوه قبل ما يموت؟ قالوا: لا يا شيخ، قد مات، لقيناه يابس جلد على عظم. يا إخوة، في منطقة قريبة من هنا، نتق الله. قلت: إيش تقول؟ قال: ما هو الحالة اللي مات عنده بنت مقعدة، لما مات أبوها ماتت بعده، ولقيناها جلد على عظم، وهناك مسلمون وهناك ناس يقولون لا إله إلا الله، ونحن سفرنا ما نستطيع نأكل الطعام الذي فيها ونرمي ما زاد، وجيوبنا مليئة بالأموال وسنموت نتركها. ماذا سيقول لنا الله سبحانه وتعالى في هذا العجوز وبنتها المقعدة؟ يا أمة محمد، تفقدوا أنفسكم، تفقدوا إخوانكم، والله ستسألون. ليس المؤمن الذي ينام وجاره جائع. دق البيوت بتشوف فضائح، ناس ساترهم الله عز وجل بستره ينتظرون الموت أو يبقون مع الجوع. أنت نفسك تعرف كم الغلا اليوم، كم يكفيك في الشهر، فما بالك بالذي ما يجد شيئا. إذن علينا أولا أن نتفقد